ظهرت الفنانة الألمانية الشهيرة بوهويام في مسلسل حريم السلطان مريم أوزرلي بالحجاب في عدة لقطات على موقع التواصل الاجتماعي. فهل بالفعل اعتزلت الفن وارتدت الحجاب، أم ما حقيقة هذا الأمر؟ سنتعرف على ذلك من خلال هذا التقرير. ولدت مريم أوزرلي في ألمانيا، ودرست أيضا فيها، ثم عملت في المسرح لمدة 10 سنوات. تعرفت خلالها على فتاة تركية ربطتها بها صداقة وطيدة، وهي التي رشحتها للمسلسل التركي الشهير حريم السلطان، رغم أنها لا تجيد اللغة التركية. صرحت مريم أوزرلي أن شخصية هيام كانت روسية، وبالتالي لم يكن مخرج العمل بحاجة إلى ممثلة تجيد اللغة التركية. وقالت أيضا أن السلطانة هيام هي التي كانت تجسد شخصيتها في المسلسل لا تتحدث اللغة التركية بطلاقة، حيث كانت من أصول روسية أوكرانية. وقالت أيضا لم يكونوا بحاجة إلى ممثلة تتحدث التركية بطلاقة، لهذا وافقت على هذا الدور. وأشارت أيضا الفنانة التركية مريم إلى أن مشاركتها في هذا العمل بالنسبة لها فرصة عظيمة، حيث كانت تظهر كافة الطاقات الموجودة بداخلها. مضيفة: كنت دائما أقول لأمي بداخلي مشاعر كثيرة لا أستطيع التعبير عنها في الحياة، فأخرجتها في المسلسل. لا يعرف كثير من معجبيها أن الممثلة الجميلة مريم أوزرلي المرحة المحبة للمزاح مع أصدقائها الألمانية الجنسية والتركية الأصل الشهيرة بالسلطانة هيام امرأة غير عادية، كان لها دور كبير في حب الملايين من الأتراك والأجانب للعمل التاريخي حريم السلطان، الذي شاهده حوالي 350 مليون شخص في أكثر من 70 دولة في العالم. زارت مريم أوزرلي السعودية أخيرا، وأطلقت مجموعة مستحضرات تجميل تحمل اسم النجمة التركية بحضور عدد كبير من المعجبات والمدونات والشخصيات المعروفة. وقد ارتدت أوزرلي عباءة سوداء مطرزة بالخيوط الذهبية، ولفتت الأنظار بحجابها الأنيق وإطلالاتها بالعباءة فور وصولها. زارت أيضا معرض الكتاب الدولي وحضرت فعاليات الجمال الخاصة بها. وقد عملت أوزرلي كخبيرة للتجميل سابقا، مستغلة خبرتها الطويلة لإصدار مجموعتها الجديدة، محققة حلمها القديم. تعرضت الممثلة التركية مريم أوزرلي لانتقادات كبيرة بعد تصريحاتها الأخيرة. ردت فيها على سؤال بأنه لو كان باستطاعتها تغيير شيء في المسلسلات التركية فما هو، لترد قائلة أنها في كل مسلسل ترى امرأة تتعرض للخيانة، وهذه بالنسبة لها تعتبر صدمة كبيرة، لافتة إلى أن الأطفال يتابعون المسلسل ويعتقدون أن الخيانة أمر عادي وبسيط، لأنها دائما تتكرر وباستمرار، وهذا الأمر مزعج بحسب تعبيرها. تصريحات أوزرلي اعتبرت بمثابة تقليل من شأن الدراما التركية واتهامها بالترويج للخيانة. وذكرها كثير من المتابعين بدورها في مسلسل حريم السلطان القائم على الخيانة. صرحت أيضا مريم أوزرلي الفنانة التركية الشهيرة
قائلة: منذ كنت طفلة شعرت بأنني أريد أن أكون ممثلة، وأول مرة صرحت بحبي للتمثيل كانت أمام والدي حسين آذرلي حين أخذني ليسجلني بروضة خاصة، فسألوني: ماذا تريدين أن تكوني في المستقبل؟ فأجبت بدون تفكير: أريد أن أكون ممثلة. ولاحقا انضممت إلى ورشة فنية مسرحية طورت موهبتي الأدائية، وكنت بارعة في كتابة الشعر والتمثيل. ولما كبرت صرت أشارك بعدة أفلام ومسرحيات طويلة وقصيرة. وأضافت مريم آذرلي قائلة: عندما كنت طالبة كنت متفوقة في العلوم والرياضيات والأحياء، وكنت قادرة أن أصبح طبيبة أو رسامة، لكن القدر ساعدني من خلال صديق والدي. وأضافت قائلة: عندما كنت طالبة متفوقة في العلوم والرياضيات والأحياء كنت قادرة أن أصبح طبيبة أو رسامة، لكن القدر ساعدني من خلال صديق والدي المقرب الذي كان صاحب أكبر مسارح في ألمانيا، فشجعني في مرحلة المراهقة، وأتيحت لي فرصة الاحتكاك بالممثلين والمخرجين يوميا. فنشأت في بيئة فنية واتضت علاقتي بالفن، وأنضجت موهبتي التي بدأت تبحث عن وسائل الاحتراف بجدية. وعن طفولتها صرحت مريم آذرلي قائلة: إنني سعيدة ومدللة بحكم أنني أصغر فرد في عائلتي، لي شقيقان يكبراني، أحدهما يكبرني ب10 سنوات والثاني ب9 سنوات، وشقيقتي جنان تكبرني بعامين. وعن التشابه بينها وبين شخصية هيام في مسلسل حريم السلطان قالت: أؤمن بأن جميع البشر يتشابهون بكثير من الصفات والمشاعر والظروف أحيانا كثيرة، وأنا بعد مضي فترة طويلة من الزمن على أداء شخصية السلطانة هيام صارت جزءا مني أفهمها وتفهمني، وتجمعنا قواسم مشتركة من أهمها إننا نشبه بعضنا البعض بالحب والغيرة على الرجل الذي نحبه، وبالسعادة في الحب المتبادل، إلى أننا مختلفتان ومتباعدتان زمنيا، فهي جزء من عالم حريم رجل واحد وهو السلطان، وأنا أعيش في زمن مختلف ولا يمكن أن أكون جزءا من هذا العالم. حياتنا مختلفة، لهذا لا نتشابه سوى في الحب. وعن أكثر شيء أعجبها بشخصية السلطانة هيام قالت مريم أنها امرأة صلبة وقوية لا تستسلم لأعدائها حتى لو انهار العالم كله،